مرحبا، اليوم فيديو جديد غادي نحضروا مع بعض تحليه خطيره جدا والاهم اقتصاديه وسهله. فكيف ما متعودين سلسله فطور او سحور، اليوم جبت لكم سلسله سحور عفوا، فغادي تحماقوا عليها اكيد نتوما وليداتكم، غادي تعجبكم بزاف. فقبل ما نروحوا لطريقه التحضير ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك لهذه القناه، وتلقاو رابط الانستغرام ديالي في الديسكريبشن بوكس. يلا نشوفوا طريقه التحضير وفرجه ممتعه. فعلى بركة الله، الأول مكون أساسي اللي هو البودينغ أو الفلون ديال البنان، يكون ديال البنان مع لترو ديال الحليب او لا نصف لترو ديال الحليب. بما انا درت لترو ديال الحليب غادي ندير 3 المعالق ديال النشا باش يكون عندي البودينغ او الفلون ممسوك او شاد فراسو، مع 3 المعالق ديال السكر. كيف ما كتشوفوا كنوضع الخليط ديالي فوق النار حتى كيغلي مزيان. كيف ما كتشوفوا من بعد ما غلا ولا دفى شويه، ماشي بزاف، ماشي ولي سخون بزاف، كنضيف واحد الكميه كيف ما كتشوفوا واحد نصف علبه بحال هذه ديال البسكوي ساده، بسكوي عادي جدا ما فيه اي شوكولا ولا شي حاجه. كنضيف له واحد 2 قطع ديال البنان و2 حبات ديال البنان. فتصدقوني هاد التحليه كتجي غزاله بزاف وبسيطه. كيف ما كتشوفوا كنجيب الخليط ديالي اللي غليته بحال هكا وخليته يدفى شي شويه، غادي نخلط المكونات ونكمل باقي الخليط حتى يتخلط معايا كلشي، المكونات اللي بسكوي مع البنان والخليط ديال البودينغ. وكنجيبوا الكؤوس او الفرادة تحطوا فيهم هاد التحليه هذه. كيف ما كتشوفوا ما كتاخذش وقت وكتجي بنينه واقتصاديه وسهله، يعني اي وحده او اي مبتدئه ممكن انكم تحضروها فرمشه عين وكتوجد في الحين، وكتجي اهم انها كتجي بنينه بزاف. بخصوص التزيين هذا اختياري، عندي كريم شونتيي وكريم باتيسري. كيف ما كتشوفوا كناخذ واحد الكميه على حسب الكؤوس اللي عندي، ما ديروش العلبه كامله ديال الكريم شونتيي، فقط الكميه اللي باش تزينوا بها. هنا شط ليا فواحد التحليه كون جبتها البارح وشط ليا فيها الكريم باتيسري، خلطتها مع كريم شونتيي كيف ما كتشوفوا. اما الا ما عندكمش كريم باتيسري بلا ما ديروا، فقط زينوها بالكريم شونتيي. كنديرها في هاد لابوش هذا او الجيب الحلواني، كندير هاد الاشكال هذا اي شكل بغيتو. انا فقط شكل اللي هو يعني عادي يعني خدمت عادي يعني بدون اي فكره. كيف ما كتشوفوا فقط باش كندير واحد الطبقه هكا فوق هذاك البودينغ او فوق هذاك الفلون، ثم غادي نزينها بقطع من الموز او اي فاكهه من الفواكه المتواجده عندكم في المنزل، او اي ممكن ديروا قطع ديال الشوكولا، بيبي دو شوكولا، لي بسكوي، اللوز ايفيلي، اي تزيين لكم الاختيار فيه. انا فقط درت فكره او شيء متواجد عندي في البيت زينت به وصافي. فهذه التحليه ديالتنا اكيد خاصكم تحطوها في الثلاجه تماسك مزيان وتبرد، وعلاش لا انكم تحلوا بها مور الافطار او في السحور ديالكم. كنتمنى هذه الفكره تنال اعجابكم، ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك لهذه القناه، هادشي بزاف بزاف كيشجعني. وخليو لي تعليقات زوينه بحالكم، وتلقاو رابط الانستغرام ديالي في الديسكريبشن بوكس. الا حضرتوها صيفطوا لي الصور ديال هذه التحليه، هادشي كيشجعني انني نزيد نحضر وصفات اخرى ان شاء الله تنال اعجابكم. فهذا هما الشكل النهائي ديال هذه التحليه. كتجي بنينه، اول حاجه كتجي بنينه وسهله واقتصاديه. كنتمنى انها تنال اعجابكم. يلا نشوفكم نيكست فيديو ان شاء الله. خليت لكم راحه ومع السلامه.